الاي بي سي اللي هو الانيوريزمال بون سيست او هو ورم الدم العظمي، هي حاله موجوده، اورام بتصيب العمود الفقري بتؤدي الى نمو هذه الجيوب الكهفيه الدمويه الى ان تؤدي الى تلف او كسر بالفقره، او ممكن ضغط على الحبل الشوكي وتسبب شلل. وهي حاله الطفله اليوم اللي نحن عملنا لها عمليه، كان عندنا ورم دم عظمي. هذا الورم مجرى له عمليه بمركز خارج مركزنا، وللاسف الطفله تاخرت سوت هاي العمليه غير كامله لانه لم يزال الورم بشكل كامل، راح يرجع يتكاثر. الحل الوحيد او المثالي بهذا النوع من الاورام هو ازالته بشكل كامل، يعني يجب ان تجرى له عمليه كبرى. هاي العمليه بحيث انه تزال كل الدم مع الفقره المصابه فيها بشكل كامل، وزرع فقره صناعيه مكانها. فهذا هو الحل المثالي، والا هاي الورم راح يرجع بعد سنتين او 3 أو 5 سنوات، ويسبب نفس الشيء اللي صار عند مريضتنا اللي تم اجراء لها العمل الجراحي. كان عمل جراحي غير تام، فقط توسيع القناه الشوكيه بدون ازاله الورم. مريضتنا عمليتها كانت مدتها 2.5 ساعة، من خلالها قدرنا نشيل الورم كله. استبدلنا فقرتين بسبب لانه الورم كان اكل فقرتين وليس فقره واحده. خلينا فقره صناعيه مكانها وثبتناها بشكل جيد، حصلنا على ثباتية مع زرع طعم عظمي. إن شاء الله تعالى بنتمنى لها الشفاء. هي راح تخضع لمرحلة مطولة من العلاج الطبيعي لأنه عندها عقابيل عصبية عميقة جدا أدت إلى تلف بالحبل الشوكي. إن شاء الله تعالى من خلال علاج طبيعي بنأمل أنه تحصل على درجة من التعافي إن شاء الله تعالى.